يا ترى ايه اللي هيحصل لما عيلة ميرابيل اللي كل فرد فيها بيتمتع بقدرة سحرية خاصة بيه تبقى على وشك انها تنهار وكل قدراتهم تروح منهم ومحدش فيهم بيكون عارف السبب؟ بس الأول ما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ فيلمنا مع الجدة مدريجة وحفيدتها ميرابيل، واللي بيكونوا واقفين قدام الشمعة السحرية اللي ممكن نقول عليها الشمعة المعجزة. وبتتكلم مدريجة مع ميرابيل وبتقول لها إن خلاص هو ده ميعادها إن يبقى عندها قدرة سحرية زيها زي كل إخواتها. وهنا بتسأل ميرابيل جدتها عن القدرة السحرية اللي ممكن تكون عندها، فهنا بتقول لها جدتها إن أكيد القدرة دي هتكون مميزة زيها. فكالعادة بتتجمع العيلة وأهل القرية اللي متعودين يشوفوا قدرات عيلة ميرابيل فرد فرد، ولكن بتحصل حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. وهي أثناء ما ميرابيل رايحة ناحية الباب اللي وراه القدرة بتاعتها، فجأة الباب بيختفي. وهنا بنرجع بالزمن ونعرف حكاية العيلة دي والشمعة السحرية اللي مدريجة اتكلمت عنها، وبنعرف إنه زمان مدريجة وزوجها بيدرو اللي بيكون عندهم 3 أطفال وهم ولد وبنتين. ولكن في يوم بيحصل هجوم على القرية اللي هم عايشين فيها وبيكونوا مضطرين إنهم يهربوا، وبيضحي بيدرو بنفسه في سبيله إنه ينقذ مراته وأطفاله. بتلاقي مدريجة الشمعة دي قدامها وبتعرف إنها بتقدر تعمل معجزات محدش يقدر يتخيلها. وأول معجزة بتعملها هي إنها بتبني بيت لمدريجة ولأطفالها، وبيكون البيت سحري تماماً وكل حاجة فيه بتخدمهم. ولما الأولاد ال3 بيكبروا شوية بتدي الشمعة كل واحد فيهم قدرة سحرية بقى مميزة بيها. وبنرجع للحاضر مرة تانية بعد ما ميرابيل بتكون كبرت، واضح عليها إنها بتكون فرحانة، وده لأنها بتكون مشاركة في الاحتفال بأخوها الصغير أنطونيو، لأن النهاردة بيكون يوم اختيار القدرة السحرية بتاعته. وأثناء تجهيز ميرابيل بيجيلها الأطفال وبيسألوها عن الهبة اللي عندها وعند باقي العيلة. وهنا بتعرفنا ميرابيل على قدرات عيلتها، وبتبدأ بخالتها بيبا واللي مزاجها بيتحكم في حالة الجو، وخالها برونو كان بيتنبأ بالمستقبل ولكنه فجأة اختفى ومحدش يعرف هو فين. أما جولييت أمها بتشفي الناس عن طريق وصفات الأكل بتاعتها، وبتتنقل للشباب زي دولوريس بنت بيبا واللي بتقدر تسمع من مسافات بعيدة جدا. واخوات ميرابيل الكبار إيسابيل المغرورة بسبب القدرة اللي عندها، وده لأنها بتقدر تملى الدنيا ورد بمجرد ما تشاور بس. ولويسا اللي عندها قوة بدنية جبارة، ولما بيلاحظ الأطفال إن ميرابيل ما جابتش سيرة نفسها في كل القدرات دي بيسألوا عن قدرتها هي، فهنا بتتوتر وبتحاول تهرب منهم. ولكن كل اللي حوالين ميرابيل بيفضحوها وبيقولوا للأولاد إنها ما عندهاش أي قدرة سحرية. ولكن ميرابيل بتقول لهم إنها مش متضايقة من كده نهائي. ولكن من ساعة ما الباب اختفى من قدام ميرابيل وجدتها مدريجة بتعاملها بطريقة مختلفة، وبتطلب منها ما تساعدهمش في الاحتفالات لأنها بتكون خايفة يحصل لأنطونيو زي ما حصل معاها. وبيجي الليل والناس بتزداد في البيت علشان يتفرجوا كالعادة، وبيكون في شاب موجود اسمه ماريانو واللي واضح جدا إنه واقع في حب إيسابيل. وبتخلص الاحتفالات وبيجي وقت قدرة أنطونيو، وفعلا لما بيفتح الباب بيلاقي حيوانات كتير، وبنعرف إن عندهم قدرة أنطونيو. وبنعرف إن قدرة أنطونيو بتبقى إنه بيقدر يفهم لغات الحيوانات ويتعامل معاهم. وبعدها بتروح العيلة علشان ياخدوا صورة مع بعض، ولكن بتكون ميرابيل واقفة بعيد وبتحاول إنها تبين إنها مش متضايقة من كل اللي بيحصل، ولكنها مش بتستحمل كتير وبتخرج عن صمتها وبتقول لحد إمتى هيفضلوا يتجاهلوها ويتعاملوا معاها وكأنها مش موجودة، وبتسيبهم وتمشي. ولكن وهي خارجة بتلاقي إن أرض البيت بتتشق وإيديها كمان بتتجرح، والأغرب من كل ده إن نار الشمعة السحرية بيطفي. فبتروح على طول وبتقول لجدتها اللي بيحصل، ولكنها لما بتروح معاها مش بتلاقي أي حاجة وبتضايق مدريجة منها أكتر. ولكن بالليل بتشوف ميرابيل نفس اللي شافته، ولكنها المرة دي بتتسلل لحد أوضة جدتها اللي فيها الشمعة، وبتسمعها وهي ماسكاها، وبتسمعها وهي ماسكة صورة بيدرو، وبتقول إن المعجزة السحرية بتاعتهم بتتدمر وهي مش عارفة إيه السبب. ومن هنا ميرابيل بتقرر تثبت لعيلتها إن ليها قيمة وإنها هتنقذ المعجزة. وتاني يوم الصبح بتسمع ميرابيل من جدتها إنها قررت تتجوز إيسابيل من ميرانو علشان مصلحة العيلة. وبعدها بتروح ميرابيل للويسا لأنها بتعرف من دولوريس إن لويسا سمعت حاجة عن اختفاء السحر. وفعلا لما بتروح لها ميرابيل بتعرف منها إنها سمعت وهي صغيرة كلام العيلة عن تنبؤ خالهم برونو بزوال السحر ده في وقت من الأوقات، وبتقول لها لو عايزة تعرف أكتر تروح لبرج برونو وممكن تعرف أكتر. وفعلا بتدخل ميرابيل برج خالها اللي محدش دخله من سنين، وهنا بتلاقي كهف بتدخله وبتلاقي قطع من الإزاز المسحور متكسرة ومرمية على الأرض، فبتلمها ميرابيل ولكنها بتتفاجئ لما بتحط قطعتين منهم جنب بعض إنها بتشوف صورتها، فعلى طول بتلمهم من على الأرض وبتحطهم في شنطتها
ولما بتروح وأثناء ما هي واقفة مع جدتها بتدخل عليها لويسا اللي بتقول إن القدرات بدأت تقل فعلا، وإنها بدأت تحس إن الحاجة بقت تقيلة عليها. وبتدخل لويسا أوضتها تعيط، وميرابيل هي كمان بتدخل أوضتها. ولكن فجأة بتدخل عليها بيبا وزوجها، واللي بيقولوا لها إنهم سمعوها إنها بتتكلم عن برونو، وبيعرفوها إن الجدة منع حد يجيب اسمه هنا بسبب تنبؤاته اللي كلها بتحصل. ولكن المشكلة مش في كده، المشكلة إنها بتكون تنبؤات سيئة جدا. ومن ضمن التنبؤات دي إن دولوريس تحب شخص يكون بيحب شخص تاني، وفعلا دولوريس بتحب ماريانو اللي بيحب إيسابيل. بس أفظع حاجة برونو تنبأ بيها هو إن البيت ده هينهار وسحره هيتلاشى، ومن ساعتها وهو اختفى تماما لأن كل الناس اعتبرته شؤم. وبالليل العيلة بتحضر نفسها علشان يستقبلوا ماريانو، وفي نفس الوقت ده ميرابيل بتكون بتجمع القطع اللي لمتها وبتقدر تكون بيهم الشكل النهائي، وبتشوف صورتها وراها البيت وهو بيتهد. وهنا بيدخل عليها أبوها وبيطلب منها إنها تنسى كل اللي شافته، وحتى برونو ما تجيبش اسمه هنا تاني. ولكن دولوريس بتكون واقفة وسمعت كل اللي اتقال، ومن هنا بتبدأ العيلة تتوتر، بالذات لما بيجي ماريانو وبتحصل التشققات في الأرض، وكمان لما لويسا بتظهر وهي بتعيط قدامهم كلهم وبتقول لهم إن قوتها بدأت تضعف جدا. فهنا بيمشي ماريانو وبتتلم أهل القرية قدام بيت العيلة، ولكن بتطمنهم مدريجة إن كل شيء طبيعي. وهنا بتيجي فران أنطونيو وبتاخد القطعة السحرية وتجري بيها، وبتجري ميرابيل وراهم لحد ما بتوصل لأوضة سرية في البيت، وبتتصدم لما بتلاقي قدامها خالها برونو، واللي بيحكي لها عن يوم ما كانت فيه هتحصل على القدرة بتاعتها، فطلبت منه إنه يشوف المستقبل. ولما شافه لقى ميرابيل واقفة قدام البيت، ولكن الرؤية كانت بأبعاد مختلفة. يعني لو بصيت عليها من ناحية هتلاقي إن البيت بينهار، ولو بصيت من مكان تاني هتلاقي البيت متماسك وأقوى من الأول. وبما إن كل التنبؤات كانت شؤم، فالجدة توقعت الأسوأ، وهي إن ميرابيل هتدمر البيت. وهنا بنرجع للحاضر مرة تانية، وبتطلب ميرابيل من برونو إن يشوف ليها الرؤية مرة تانية. ولما بيبصوا جنبهم بيلاقوا أنطونيو واقف وبيكون سمع كل اللي قالوه، وبيقول لخاله يجي يشوف الرؤية عنده في الأوضة. ولما بيروحوا بيشوف برونو نفس الرؤية، ولكن لما بيكمل بيشوف هو وميرابيل فراشة بتطير، وكمان الشمعة بتنور أكتر من المعتاد، وبتكون ميرابيل بتحضن أختها إيسابيل. ولأن هما الاتنين مش بيستلطفوا بعض بتكون ميرابيل رافضة تماما، ولكن برونو بيفهمها إن مصير العيلة كلها متعلقة بيها، فبتضطر ميرابيل إنها تروح لإيسابيل فعلا، وبتكون مش عارفة هتحضنها إزاي، ولكن بتفضل تستدرجها لحد ما هما الاتنين بيغنوا ويرقصوا مع بعض، وهما الاتنين بيحضنوا بعض. ولكن بتدمر فرحتها الجدة اللي بتيجي وتزعق لها وتقول لها إن هي السبب في إن المعجزة السحرية بتاعة البيت ده على وشك إنها تتدمر. وهنا لأول مرة بترد ميرابيل على جدتها وبتقول لها إنها طول عمرها بتعاملها كأقل واحدة فيهم، وبتعرفها إن لو المعجزة دي هتزول فده هيكون منها هي. وأثناء خناقهم هما الاتنين مع بعض البيت بيطردهم بره، والمرة دي بيتدمر تماما. وفي الوقت اللي كل بيجري فيه بتحاول ميرابيل إنها توصل للشمعة، ولكن للأسف بتكون اتطفت، وعلشان كده نفسيتها تتدمر تماما، وبتروح تقعد لوحدها، وبتروح وراها الجدة وبتقعد تتكلم معاها وبتقول لها إن قدام النهر اللي هم قاعدين فيه دلوقتي هي لقت الشمعة اللي غيرت حياتهم كلهم. وواضح من كلام الجدة إنها بتكون ندمانة إنها كانت بتفكر بالطريقة دي. وأثناء ما هم قاعدين بتشوف ميرابيل الفراشة اللي شافتها من الرؤية، وبعد شوية بيظهر برونو وبيبقى بيحاول يبرر سبب ظهوره قدامهم، لأنه بيكون عارف إن أكيد أمه مش هتكون راضية عنه، ولكنه بيتفاجئ بيها بتاخده في حضنها وبتقول إنها مش مصدقة إنها شافته مرة تانية. وبيقرروا هنا الأمل لسه مستمر، وبيروحوا هما التلاتة لمكان البيت بعد ما اتهد. وهناك بيبان إن الجدة طريقة تفكيرها اتغيرت تماما، وهنا بتقابل الجدة بناتها وبتقول لهم إنها فعلا كانت غبية، وإن المعجزة السحرية الحقيقية هي حب عيلتهم وتماسكهم ببعض. وأول ما بيشوفوا برونو بيتصدموا وبيجروا عليه وبيحضنوه وهم فرحانين جدا. وهنا بيقرروا كلهم إنهم يحطوا إيديهم في إيد بعض ويبنوا البيت مع بعض من الأول. وبيتفاجئوا كمان بأهل القرية كلهم جايين علشان يساعدوهم. وأثناء ما ميرابيل ماشية بتلاقي ماريانو قاعد حزين وبيقول إن أمنيته إنه يدخل قصة حب. وهنا ميرابيل بتقوله يطلع إيسابيل من دماغه، ولو عاوز يحب فممكن يحب دولوريس، وهي بتسمع دبة النملة وهتنفعه. وقبل ما تكمل كلامها بتكون دولوريس أصلا سامعة كل الكلام ده، وبتطلع تزق أختها وبتعترف له بحبها، وهو كمان بيعترف لها بحبه ليه. ومع مرور الوقت
بينتهوا من بني البيت، والعيلة بتعمل مقبض للباب عليه حرف ام علشان ميرابيل، وفعلا بتركبه في الباب. وهنا بيلاقوا كلهم إن البيت بقى مسحور مرة تانية، وبقت كل حاجة فيه مسخرة لخدمتهم زي الأول بالظبط. ولكن المرة دي البوابة دي بيكون عليها صورة لكل العيلة، بس زيادة عليهم ميرابيل، وبيتصوروا كلهم صورة مع بعض. وبنشوف إن ولا السحر ولا القدرات السحرية هي المهمة، وإن العيلة هي أهم حاجة في الحياة.